حركة مضطربة جدا صباح اليوم على مستوى شبكة الترامواي في الدار البيضاء بسبب الأمطار الغزيرة التي تعرفها العاصمة الاقتصادية. اضطراب كبير جدا على مستوى الخطين الأول والثاني لترامواي الدار البيضاء مدر. والشركة المسؤولة تؤكد أنه من الصعب جدا تقدير مدة هذه الاضطرابات في حركة الترامواي الدار البيضاء، لأن الأمر يرتبط أساسا بتصريف مياه الأمطار وطبعا بأحوال الطقس. ملف وضعية الدار البيضاء مع ضيف الظهيرة عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العمري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. الله يعطيها لنا على قد نفع. امين يا رب العالمين. كيف وصل سي عبد العزيز العمري للقناه؟ اكيد انه واش كانت المسارات الطرقيه مفتوحه في وجه العمده ام كانت مضطربه؟ كما اشرتم في التقرير بنفس الصعوبه، وفعلا وضع صعب بالنسبه للتنقل داخل المدينه بما فيها المجيء اليكم، ومشكورين على الاستضافه لانه ومشكورين انكم تحملتوا هذا العناء ديال الارتباك وتحضر معنا في البلاد. الوضع صعب فعلا. الأسباب الأساسية لهذا الوضع هو المرتبط بالتساقطات المطرية اللي نحمد الله تعالى عليها، ونسأل الله تعالى أن تكون على قد النفع. وفي نفس الوقت نقدر على أنه من الواجب أن نذكر الموضوع ونتناول بشكل موضوعي. مدينة الدار البيضاء هي ضمن الجماعات اللي معنية بالسلطة المفوضة اللي كتشكل الدار البيضاء الكبرى سابقا. يربطها في هذا القطاع واحد العقد ديال التدبير المفوض واللي يعود الى سنه 1997 مع شركه مفوض لها هي شركه ليدك. اذا هي اللي مكلفه بتدبير هذه الشبكه. كنفهم من كلامكم ان المسؤوليه كتحملها شركه التدبير المفوض. انا اضع الاطار هو مسؤوليه واختصاص اصلي ديال الجماعات، لكن عندما يكون عقد تدبير المفوض فالعقد هو الذي يحدد المسؤوليات ديال الطرفين. الشركه هي ملزمه بان تقوم لوحدها بصيانه الشبكه على طول السنه، وتقوم بالصيانه قبل موسم الشتاء. في شهر اكتوبر اخبرتنا بانها قامت بجميع. وشنو دور مجلس المدينه؟ مجلس المدينه لانه كتربطوا واحد هو العقد. مجلس المدينه هو جزء من الجماعات الاخرى، يشكل سلطه مفوضه، وحنا السلطه المفوضه اشنو كنقوم به؟ اولا نحن هنا لكي نقوم بنقل الشكايات والمعاناه ديال المواطنين، وهي مناسبه لكي اعبر عن المواساه ديالي لهؤلاء الساكنه. حتى نقل الشكايات، لانه حاليا انا كان اكيد كبيضاوي ما عاشته الدار البيضاء يوم الثلاثاء، اكيد في عصر المعلومه السريعه شفنا كاملين دوك الفيديوهات. صحيح. يعني واحد الوقت ولينا كنقولوا واش هذه الدار البيضاء؟ الدار البيضاء نعود الى سنه 2010 لما كانت الفيضانات، والحمد لله انه السلطات العموميه تم انجاز القناه الغربيه لتصريف مياه واد بوسكوره الى المحيط الاطلسي. لو ما كانش هذيك القناه لا قدر الله لو كنا في وضعيات اسوء. مسؤوليتنا اننا كنمثلوا السكان، اذا نقلوا الشكايه ديالهم، ثم مسؤوليتنا ان نراقب العقد. هذا العقد من اجل لكي تقوم الشركه بانجاز هذه الاستثمارات. واقول لكم انه منذ سنه 2018 عملنا برامج في هذه النقاط التي تتكرر. عندنا في لوطوروت ديال البرنوسي سيدي مومنان، عندنا المدخل ديال ليساسفا، عندنا حي السدري، استثمارات تجاوزت 500 مليون درهم، وهذه المنشآت سترى النور في غضون هذه السنة. بطبيعة الحال عندما نسمع إلى في إطار مهام المراقبة، في إطار مهام المراقبة سي عبد العزيز العمري، أكيد أنه احنا اليوم كنتكلموا على نهار الخميس، من نهار الثلاث الأربعاء الخميس أمطار متواصلة، نشرات خاصة ديال مديرية الأرصاد الجوية. كيف تصرفتم من باب المراقبة مع الشركة اللي عندها تدبير مفوض؟ أولا من باب المراقبة الأشياء التالية عندنا. لما كتجي النشرات الإنذارية من واجب الشركة أن تأخذ الاحتياطات بشكل استباقي، لأن عندنا المعلومة من الأرصاد الجوية. راسلنا الشركة بأمرين أساسيين. الأمر الأول، وهذا نيابة على السادة الرؤساء ب20 ديال من الجماعات بما فيهم المنصورية، أولا ينبغي أن تقوم بتلقي الشكايات للمواطنين وتعالجهم في إطار التعويض على الأضرار. هاد الناس تضروا، تيخص التعويض ديالهم، والعقد يلزمها بأن تكون عندها يعني عقود ديال التأمين لمواجهة هذه الأضرار. بمعنى هاد الناس اللي ضرات غتعوض مسؤوليتك كمجلس مدينة؟ هذه مسؤولية ديال الشركة ديال ليدك. وكيفاش يتوجهون إلى الشركة. باش نبسطوا السي عبد العزيز العمري
كاين واحد العقد كيربط بالشركه ديال التفويض اللي كنتكلموا عليها هي ليديك. مثلا السيارات راه شفنا مجموعه من المواطنين اللي غرقوا لهم الطوموبيلات ديالهم، المنازل كاين اللي تدرات، ايا كانت حدود هذه الاضرار، كيف يمكن تعويض هاد الناس؟ هاد الناس اولا كيتوجهوا للشركه باش كيوضعوا الطلبات ديالهم ديال التعويض والشكايات معززه باش كتعرض على الخبره الضروريه. اذا استوفت الشروط اللي كيكون عن طريق خبره، اما كتعوضها في واحد السقف في الشركه ديالها ليديك او كتلجا للشركات ديال التامين. اذا هذا على مستوى تعويض الاضرار. المراقبه كذلك هو طلبنا باش تعطينا تقرير تفصيلي على حجم هذه الاضرار وعلى التدخلات ديال الشركات ليديك، لان أن نقول بان الامطار مبرر صحيح وهو موضوعيا متفهم. الامطار ملي كنتكلموا على 68 ملم كنتكلموا على 35 ملم، يعني امطار في حيز زمني صحيح محدود جدا، ولكن بنيه تحتيه اقل ما يقال عنها انها ضعيفه بكل تاكيد. باش غادي نميزوا موضوعيا هو انه ما نقولوش بشكل عام، طلبنا باش تعطينا تقرير حول الاجراءات التي قامت بها الشركه لمواجهه هذه التساقطات الاستثنائيه، وبناء عليه عندنا واحد اللجنه سنحيلها على اللجنه ديال دائما المراقبه التي تعتمد على الخبره، ونحن في مراقبتنا للعقد نعتمد دائما الخبره. اذكركم بانه شحال غادي ياخذ الوقت هذه الخبره وعلى بال هذه المسطره الطويله خص المواطن يمشي يشتكي وخص خبره طويله. ليست طويله لان باش نحددوا حجم الاضرار وحجم المسؤوليات ينبغي ان تكون بنيه على تقارير ومعلومات ومعطيات. نقول لكم فحصنا الحسابات ديال الشركه منذ 97 الى الان عن طريق خبراء خارجيين اللي وصلتنا لحد الان الى ما مجموعه تجاوزنا 840 مليون ديال الدرهم اللي ولات لحساب السلطه المفوضه. لو كان ما كانش هذا الجهد المراقبه اللي كنقوموا به، لو كان هذه المبالغ الضخمه كانت في الجهه الاخرى. فاذا جهود المراقبه يعتمد على الخبره بكل تاكيد. في انتظار هذه المسطره، واكيد مجموعه من البيضاويين المواطنين كيشوفوا الان في عمده الدار البيضاء يتحدث الينا في بلاطو الظهيره، اكيد انه كاين هذه المسطره ديال الاجراءات. في انتظار هذه الخبره، في انتظار هذه التقارير والنتائج ديال التقارير ونتائج الخبره، كيف سيتعامل مجلس المدينه مع الشركه؟ هل من اجتماع مع هاد الناس اللي كتدبر وهذا الوضع الاستثنائي اللي كتعيشوا الدار البيضاء، خاصه انه النشره مازال مستمره؟ النشره مازال مستمره. مجلس الجماعه ديال الدار البيضاء كباقي الجماعات من الصلاحيات ديالو جميع المراقبه. حنا استدعينا على عجل يوم غد على الساعه الثالثه اللجنه الدائمه المختصه على مستوى مجلس المدينه لكي تقوم بادوارها. اولا هؤلاء المنتخبين اللي في مختلف المقاطعات عندهم شكايات ديال المواطنين، اذا الدور ديالهم انهم كيمثلوا الساكنه، غادي يجيو يطلبوا التوضيحات والاستفسارات الضروريه من عند مسؤولي الشركه. غادي يكون غدا الجمعه الساعه الثالثه بمجلس المدينه. هذا اللي درناه كجماعه الدار البيضاء. الان باقي الجماعات يمكن كلها معنيه، راه كما قلت لكم مجميع اجزاء السلطه المفوضه معنيه. امام هذا الضغط لابد ان بالوقت اللي كان يعني نقدروا الظروف اللي فيها المواطنين ونواجههم، انه نوجه واحد الرساله ديال الشكر كذلك للعمال واللي كيشتغلوا في ظروف صعبه وبقيت متاخر من الليل كيقوم بالدور ديالو، وكنطلب من الاداره باش توفر لهم وسائل العمل واللوجستيكيه وتعزز هذه الموارد البشريه، لان هذه التساقطات على كل حال فيها نعمه ونتمنى كذلك ان نتجاوز الصعوبات ديالها. شكرا لك عمده الدار البيضاء، واخا من 3 الاجتماع حتى الجمعه راه ماشي استعجالي. شكرا لك عبد العزيز. لا هو على حساب النظام الداخلي عندنا اجالات من اجل الدعوه. مرحبا بك سي عبد العزيز. شكرا لك سي عبد العزيز عمري عمده الدار البيضاء، تحملت عناء تنقل الى استوديو القناه الثانيه في عين سبع. شكرا لكم. شكرا لكم على الاستضافه.